معكم بشرى. والفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على مكياج اللي هو اختاريته لكم يكون خفيف ومزيان واي وحده تقدر ديرو وساهل. اللي كندير انا اغلبيه في الربيع وفي الصيف كيعتمد على الالوان. المكياج كيتسمى يعني ايلاينر شادو، بمعنى هو على شكل ايلاينر وهو اي شادو، كيدوم النهار كله، كيعطي يعني منظر رائع للعين وبابسط ما يكون يمكن لك تستعمليه. كما قلت كنستعملو انا اغلبيه في فصل الربيع وفصل الصيف، حيت كنستعمل في الالوان فهو كيخليك تباني فريش، يعني تباني فريش وتباني ما تبانيش دايره مكياج بزاف. كيعتمد على لون او لونين على حسب شنو بغيتي نتيا. فيه جوج ديال لي تكنيك. كاين التكنيك الاول اللي كيتسمى يعني كيكون اي شادو في الخارج، ايلاينر في الداخل، وكاين التكنيك الثاني اللي كيكون الاي شادو والايلاينر في الخارج بجوجهم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم ملي كيكون الاي شادو في الخارج والايلاينر في الداخل. ان شاء الله نحاول الاسبوع القادم ان شاء الله ندير لكم فيديو على التكنيك الثاني اللي هو الاي شادو والايلاينر في الخارج بجوجهم. اللي بغيت نقول لكم ان يعني القاعده الاولى في هذا المكياج رقم واحد هي ممنوع القلم الاسود، القلم العين الاسود. كنستعملوا فيه القلم البني، ما كنستعملش كاع القلم الاسود في الصيف وفي الربيع، يعني الا كانت مناسبه ليليه وفيها الاضواء بزاف وبغيت العين ديالي تبان فكنستعمل القلم الاسود. من غير ذلك في النهار ما كنستعملش القلم الاسود، لان القلم الاسود كيخلي الملامح ديالك يبانوا. فإن فوا كتحيدي المكياج او لا شي نهار ما كديريش وتكوني مزروبه فكتبيني باهته، كيبانوا الملامح الوجه ديالك باهتين، كيبانوا فيد، يعني كيبانوا باهتين. فما كيعجبنيش انا داك المنظر، كيعجبني ندير شي حاجه لا خففت من المكياج ما كيبانش فرق كبير. فهذا هو علاش انا كنستعمل الماغو. يعني عندي نقدر نقولوا عندي مثلا 6 ديال الاقلام يعني كحل، ولكن عندي مثلا 20 ولا 30 القلم ماغو، يعني فرق كبير. كيعجبني بزاف الماغو بجميع الوانه بجميع الشيدز ديالو. فنساو شي حاجه سميتها قلم اسود نهائيا. كذلك جاوني بزاف الميساجات كيقولوا لي بليز دير لنا مكياج بالنسبه للناس اللي ما كيقادوش الحجبان، بالنسبه للناس اللي ما كيصوبوش الحجبان ديالهم. هذا المكياج كذلك صالح جدا، علاش انه كياخذش مساحه كبيره في العين، فالعين كتبقى باينه وبارزه. واخا مثلا الحجبان ديالك يكونوا ما مصوبينش عادي ماشي مشكل. اللي بغيت نقول لكم على حسب الماغو فكتستعملوا الماغو مثلا اللي بغيتي نتيا على حسب شنو بغيتي. مثلا نعطيكم مثلا حيت ملي كنقولوا لون ماغو مثلا كل واحد كيفاش غيمشي لبالو الماغو. مثلا كاين اللي غيشوف بان هذا القلم هذا ماغو، كاين اللي غيشوف بان هذا القلم هذا ماغو. لاحظوا انه يعني فرق كبير، هذا غامق هذا فاتح. كاين اللي غيمشي هذا ماغو، يعني هذا متوسط بيناتهم. كاين هذا غامق، هذا كيبان بحال الاسود ولكن هو ماغو غامق. انا كيعجبني هذا بزاف كنديرو مع هاد اللوك. هادو كنديرهم ولكن مثلا ملي كنبغي نبان طبيعيه اكثر. فيعني ما كاينش صحيح وغلط كما كنقولوا، فيمكن لك تستعمليهم يعني اي شيد اي لون ماشي مشكل. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم جوج الالوان. غادي ندير اللون الازرق وغادي ندير لكم الموف. ان شاء الله في الفيديو القادم نحاول ندير لكم بالاخضر. التكنيك الثاني غنديروا لكم بالاخضر فبتشوفوا يعني بلون اخر. انا هاد يعني كنستخدم اكثر من هاد الالوان، ماشي غير الموف والازرق والاخضر. انا كندير بزاف، كندير مثلا الكري، كندير التيركواز، كندير الغوص، كندير بزاف. يعني نتوما تقيدوش راسكم اي لون بغيتو. هذا هو اللي كيعجبني، هذا هو اللي مزيان في هاد التكنيك، انك يمكن لك ديري كاع الالوان بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا. انا غنوريها لكم وغتشوفوها وغادي تعجبكم. كذلك كما كنقولوا اي لون فكيبقى على حسب شنو الشيد اللي كيعجبك، يعني شنو الدرجه في داك اللون اللي كتعجبك. فهم مثلا ملي كنقولوا الموف كاين مثلا هذا موف، كاين مثلا هذا راه موف، كاين مثلا هذا موف. لاحظوا الفرق كبير. كاين مثلا هذا موف كذلك هذا موف. لاحظتوا كيفاش يعني كلهم موف ولكن كل واحد لونه. فكيبقى على حسب شنو بغيتو. مثلا كيعجبوني هاد الاقلام الكريميه، فكيعجبك انت اللي عجبك اختاريه.
كاين كذلك الازرق، فمثلا هذا ازرق، هذا ازرق، هذا ازرق، هذا ازرق، يعني بزاف ديال الشيد في لون واحد. فكيبقى على حسب الاختيار ديالك انت، على حسب انت شنو بغيتي تختاري. فيعني كيبقى على حسب الاختيار ديالك انت وشنو انت كيعجبك اكثر. اللي بغيت نقول بان في هذا الفيديو الناس بزاف قالوا لي بان الفيديو المكياج اللي فات انا سرعته بزاف. فهذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو يعني غنشرح فيه بشويه، غيكون ثقيل. الا شفتوا بانه طولت عليكم قولوها لي باش نرجع نجربو دغيا. الا عجبكم الفيديو بهذه الطريقه نبقى ندير الفيديوهات بهذه الطريقه هذه. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونخليكم دابا تشوفوا كيفاش انا كندير هاد التكنيك. غنبدا مع اللون الازرق، وكما كتشوفوا انا صوبت عين وعين لا باش نوفروا في الوقت. كما قلت لكم هو سهل جدا وبسيط الخطوات ديالو. يكفي فقط انك تختاري شنو هي الباز اللي بغيتي، واش هي ذهبيه ولا فضيه. مع الازرق انا اختاريت الباز اللي هي فضيه، يمكن لك تختاريها ذهبيه، يعني كيبقى على حسب شنو نتيا كتفضلي. اوكي، فكناخذوا اللون اللي هو فضي كنوضعوه على العين ديالنا. يمكن لك توضعيه بالاصبع ديالك، يعني ماشي مشكل، ماشي ضروري خصك فرشاه، فقط بالاصبع ديالك وضعيه على الجفن كامل. يعني بغيتي توزعيه بفرشاه توزعيه، بغيتي توزعيه بالاصبع ديالك وزعيه، ماشي مشكل. وخصوصا كنركزوا على هذه المنطقه الداخليه ديال العين باش كنضويوها. الا الصبع ديالك ما وصلش لتما يمكن لك تستعملي بفرشاه وتوضعيه، يعني كيبقى شنو نتيا كيساعدك اكثر. وكذلك شحال ديال الكميه ديال الباز بغيتي تحطي على حسب المناسبه. الا هي كانت مناسبه يعني اللي غادي تكون ديال النهار فحطي شويه كميه قليله. الا كانت مناسبه مثلا اللي هي ليليه ولا معروضه عند العائله ولا اي حاجه فحطي كميه اللي كبيره. الخطوه الثانيه كناخذوا قلم كما ذكرت هو ماغون، هذا ماغون غامق، كناخذو كنوضعوه في وسط العين بحال هكا. كما تلاحظوا القلم يعني هو بني غادي يرسم لك العين ديالك، ولكن في نفس الوقت ما كيغمقهاش، ماشي بحال القلم الاسود. يعني القلم الاسود كيغمق العين، كيجيبها مغموقه وكيجيبها صغيره بزاف. فالقلم البني كيحدد العين ولكن في نفس الوقت ما كيغمقهاش. من بعد ذلك انا كناخذ قلم اللي هو ازرق، هذا من نكس. قلم ازرق حسب اختيارك، يعني كما قلت لكم الشيد او الالوان على حسب نتوما واختياركم. كنوضعوها فوق الرماش كما كتشوفوا بحال هكا، رسموا خط فوق الرماش وكنخرجوا للزاويه الخارجيه. كما قلت لك سبق وقلت بزاف الفيديوهات على حسب شنو بغيتي توقفي فين كينبت الرماش، بغيتي تخرجي يبقى اختيارك. من التالي مكنخرجوش بزاف لان هذا ماشي ايلاينر، هذا اي شادو، يعني خصو يدور على العين من التحت. نتمنى يكون واضح لكم. انا يد شاده بها المرايه فما كيتساعدنيش اني يعني كيعجبني نشد هكا ونرسم، ولكن يد شاده بها المرايه فكنرسم فقط بيد وحده. ملي كتعرفوا كنبغيو نجبدو عينينا ونرسموها. الا غادي تلاحظوا تقولوا اوكي القلم جاي فاتح على هذا اللون هذا، غمقتو بالاي شادو. فكيبقى على حسب الاي شادو اللي غديروه من الفوق على حسب شنو بغيتو نتوما. يعني كنحاول نبسطها لكم ما امكن. عندكم اي ازرق اي شادو بغيتو ديروه. كناخذ من بعد ذلك اي شادو اللي هو ازرق، انا اخترته غامق كما كتشوفوا هذا العين. نديروه بفرشات، يعني اللي ما عندكمش فرشات استعملوا صباعكم بشويه، صباعكم الصغير ووضعوه يعني على القلم. ما عندكمش يعني عندكم غير هادو كيجيو مع اغلبيه كيجيو مع الباليت الصغار، استعملوهم يعني استعملوا اللي عندكم. ما نبقاوش نقول لكم لا شريو الفرشات الفلانيه ولا الفلانيه، استعملوا اللي عندكم. لا كان المكياج ما كيحتاج الفراشي ما كاينلاش، ولكن كاين المكياج اللي كيحتاج الفراشي.
هذا ما كيحتاجش. هادشي علاش كيعجبني يومي او كنديرو ديما، يعني شي حاجه اللي ما كيكلفكش ومزيان وفي نفس الوقت كيبان زوين. فكناخذوه كما كتشوفوا، كنتبع الخط اللي رسمت القلم لان كيتبتوا لي وما كيجيش داك الرسمه حاده بان كي دايره قلم، فكيجي صوفت يعني ناعم لانك استعملت الاي شادو، كيجي جميل جدا كيعطي داك الطابع السموكي. ما عرفتش قلتها لا من التحت كنوقفوا فين كيساليو الرماش، ما كنزيدوش حتى للداخل. من الفوق من الفوق كنزيدو للداخل، ولكن من التحت لا، ما كنزيدوش، ما كنوصلوش حتى لداخل العين، فقط كنوقفوا في كينبت الرماش عندنا، في كينتهي الرماش ديالنا بحال هكا. نتمنى يكون واضح. الخطوه الاخيره اللي هي الماسكارا، وهذه شويه غادي نجربها حيت كنعرفوا يعني كيفاش نديروا الماسكارا ديالنا. كما كتلاحظوا هذا هو اللوك النهائي، هكا العين كتجي. نتمنى يعجبكم. كيبان شويه ذهبي حيت الضو عندي صفر ولكن هو ابيض كما كتلاحظوا. صح الخرجات ديال النهار الليل على حساب شنو ما بغيتي، وتلبسيه مع كاع لي زاكسيسوار ولا حبات لي زاكسيسوار اللي هما بويض او لي زاكسيسوار اللي فيهم الزرق والابيض، يعني اي حاجه فيها الزرق وبيض يجي معاهم كما كتشوفوا بحال هكا مثلا، يجي معاهم رائع. او لا هادو يعني او لا هادو اللي دايره انا بويض. اذا دابا سالينا المكياج الازرق، ندوزو نوريكم كيفاش كنديروا الموف. دابا المكياج الموف كما كتشوفوا انا عاوتاني صوبت عين او عين لا باش نوفروا الوقت كذلك. اذا كنبداو. الفرق الوحيد اللي ما بين اللي درنا في اللون الازرق ولا غنديرو في اللون الموف هو الباز. كما قلنا الباز كتحدد على حسب لي زاكسيسوار اولا المجوهرات اللي غادي ديري اولا اللون اللباس اللي غديري، اولا يعني كاين اغلبيه جوج ديال التونز اللي كيكونوا غالبين، يا اما كتلبسي مثلا مجوهرات اللي هما كيكونوا ذهبيين اولا فيهم شي حاجه ذهبيه، ولا كتلبسي فيهم الابيض. الا بغيتي تخلطي يمكن لك تخلطي، وهذا لا يعني اني درت الازرق مع الابيض، خصو يكون الازرق مع الفضي اولا الموف مع الذهبي، خصو الموف مع الذهبي ابدا. يمكن لك ديري الموف مع الابيض كيجي رائع. الا شاهدتوا المكياج اللي سبق لي درتو انه بنفسجي سموكي، ودرتو باللمعه اللي هي بيضه اللي هي فضيه، فهذه باللمعه اللي هي ذهبيه. يعني يمكن لك تنوعي، ماشي تنحصريش في اي، ما تنحصريش في حاجه واحده. كما قلت لكم في الاول كنبداو باننا كنحدو فوق العين ديالنا. يمكن نستعملوا الاصبع ديالنا، فكنوضعوا النغمه اللي حنا باغيين، يعني اللي كما قلنا واش الباز باغيينها فضيه ولا ذهبيه، كنوزعوها على العين كلها. كما قلت يمكن تستعملي الاصابع ديالك حيت ماشي حاجه اللي خاصها الدقه توزع على كامل الجفن. بطبيعه الحال كما كتشوفوا انايا واضعه الفوندوتان ولا مثبتها بالبودر، وضعت الكونتورين ديالي والهايلايتين كما تشوفوا على خفيف، ويعني وضعت الكونسيلر فوق العين ديالي وثبتته بالبودر. هذه كلها خطوات درتها باش توفر عليكم. بطبيعه الحال نتوما كديروا الروتين ديال الفوندوتان ديالكم اللي بغيتو، ولا بغيتو تشوفوا انا الروتين ديالي ديال الفوندوتان في الصيف اليومي يمكن لكم تمشيو. راني درتو سلسله من 5 الخطوات اللي كنستعمل فيه البودر، ما كنستعملش فيه الفوندوتان السائل، يمكن لكم تمشيو تشوفوا. وكما قلت لكم اللمعه كتبقى على حسب الاختيار، بغيتوها بزاف بغيتوها يعني باينه بغيتوها خفيفه. ما تنساوش هنايا غادي تدخل العين باش نضويوها مزيان. من بعد ذلك كناخذ القلم اللي هو البني الغامق، كنوضعو داخل العين
نفس الطريقه نفس التكنيك نفس كلشي، غير الالوان يختلفوا. وهكا كل مره تبقاي تشوفي في راسك بشكل جديد، يعني بلون زوين وفريش. في الصيف كاين الالوان كيعطوك فريش كما كتشوفي. الشيء المارون علاش انا كيعجبني، ما كيغمقش العين بحال الاسود، في نفس الوقت كيحددها، في نفس الوقت تشوفي المعالم ديال العين ديالك. استعملت انا هذا الموف هذا، كيبقى الموف على حسب. الا لاحظتوا هذا الموف هذا كبير، يعني ماشي بحال القلم عادي. مثلا هذا قلم موف، لا هذا ماشي قلم، هذا قلم ولكن هو كريمي. الراس ديالو شفتوا كيبان لكم لا كريمي، يعني هو كريمي، فمن الاحسن اللي لقيتو تشريو هادو احسن. كنوضعو بحال اللي كنرسم بالقلم العين ديالي. العرض كيبقى على حسب الرغبه، بغيتيه عريض ولا بغيتيه رقيق كما قلت لكم على حسب الرغبه، وكذلك المناسبه. الا مثلا انا عندي مناسبه اللي بغيت عينيا فيها تبان وفي نفس الوقت طبيعيه، يمكن لي ندير غليظ، نمشي حتى النص ديال العين يمكن لي نديرو. الا انا بغيت اليومي بغيت نديرو خفيف يمكن لي نديرو خفيف، يعني حسب الرغبه ديالك. كما تشوفوا وضعته. دابا غادي ناخذ اللون اللي هو موف، غناخذ اللون اللي هو قريب له تقريبا بحالو. كما قلت لكم استعملوا هذه، استعملوا الفراشي اللي عجبكم، يعني ما تنحصروش. رسموا فوق الخط اللي رسمتوه القلم. الخط ماشي ضروري يكون يعني مرسوم بدقه ابدا. هكا كنعطيو داك السموكي افكت. وكما قلت في الازرق فيمكن لكم مثلا تخرجوا شويه الا بغيتو بالاي شادو. وكنوقفوا هنايا في كيتسالاو الرماش، يعني ما كندخلوش لداخل من الفوقيه، كنهودو كما هنا كنوقفوا حتى هنا كندخلوش. وكتبقى دور الماسكارا. مع هاد اللوكات كيعجبني نكورلي شويه الرماش ديالي كيبانوا اكثر على حسب نتيا الرغبه ديالك. فانا هي كنكورليهم، كيعجبني كورلي، كنخليهم واحد 10 ثواني باش العين الرماش ديالك يشدو الشيب ديال الشكل ديالها. بزاف الناس كيقولوا بانها كتقرد الرماش، لا ما كتقردهمش، كتقردهم بحاله وحده. الا كنتي دايره الماسكارا على الرماش ديالك ويبسات الماسكارا مثلا نهار كله دوزتيه برا، الماسكارا يابسه على رماشك وخديتي هذه وقرصتي بها الرماش ديالك، غادي تهرسوا لانهم يبسوا بالماسكارا لانهم يبسوا بالماسكارا وانت كتهرسيهم هذيك. اما الا كانوا الرماش ديالك قبل ما ديري الماسكارا طبيعيين يمكن لك تستعمليها، او لا بعد ما درتي الماسكارا، يعني الماسكارا مازال فازقه في الرماش ديالك، مازال الماسكارا مبلله في الرماش ديالك يمكن لك تستعمليها. وهكا كنكونوا سالينا اللوك ديالنا. اصبر نزومي باش يبان لكم. وهذا هو اللوك النهائي كما كتشوفوا. هكا كنكونوا سالينا كما كتشوفوا اللمعه الذهبيه كتجي الفوق، او كيجي لها عين دينا جميله جدا وكتجي سامبل او كتجي زوينه، يعني كيعجبني بزاف. واللون كيضفي على العين واحد الوسوعيه زوينه. انا كيعجبني بزاف هاد اللوك في الربيع وفي الصيف. كنديروا بزاف الالوان، التركوا، الاخضر، الازرق، الموف. كما شفتوا اللوك كان سهل جدا، وكما كتشوفوا الموف انا دابا دايراه كيعجبني بزاف، وكيجي يعني خفيف، كيجي زوين. نتمنى تجربوه. الا جربتوه صيفطوا لي على الخاص ونشوفوا في الفيسبوك ديالي. كيعجبني كتقول جربتي الحاجه وعجبتك. اللي بغيت نقول كنتعطل عليكم، انا عارفه غير كنت مشغوله شويه. الا كنتو شفتوا التصاور اللي بوستيت هاد 2 سيمانات كلها كنا كنديروا واحد الفاشن شوز اللي هما صغار، يعني لوكال، ماشي شي حاجه اللي كبيره، ولكن مثلا ميسيز فاشن شو، اولد نيفي انوال فاشن شو، يعني وكنا كندير واحد الاوبرا والمسرحيات لوكالز. فتا الويكاند ديالي ما كنتش كنجلس في الدار،
كنت يعني من 8 الصباح حتى ل 5 العشيه كنجي كنعس. فهذا علاش تعطلت عليكم في الفيديوهات. نتمنى ان شاء الله نلقى وقت باش ندير فيديوهات ونتواصل معكم اكثر. شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم والمشاركه ديالكم، كنعرفكم تقريبا دابا واحد بواحد. شكرا بزاف، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا سبسكرايب وشير. باي باي.